تعالوا بقى بينا نعمل صينية السعادة، وفي 10 دقايق بس هتعملي احلى غدا وبمقادير بسيطة وطعمها مميز جدا وبطريقة مختلفة وبنص كيلو سجق هتغدي البيت كله. ممكن تستبدلي في الوصفة فراخ كفتة، بس السجق بيوديها في حتة تانية خالص. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تحطي لايك وشير وتعليق حلو كده عشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. اول حاجة معايا نص كيلو سجق، بدأت افككه اهوت بمقص نضيف كده، تبدأي تفككيه عن بعضه. انا عايزاه بالطول كده، هديله صدمة. بس حطيت معلقتين، معلقة زبدة على معلقة زيت. طبعا ما تحطيش كتير عشان هو السجق بيبقى فيه زيت كتير. انا يا دوبك حطيت معلقة زبدة او سمنة ومعلقة زيت. شوحت السجق اهوت، اديته صدمة من الناحيتين ورحت شايلاه. حطيت مكانه بصلة مفرومة كبيرة اهي زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نزلت 3 فصوص توم مهروسين وبدأت اشوحهم معايا. اول ما ريحة التوم بيطلع طبعا بنروح حاطين الطماطم. حطينا الطماطم 3 طماطمات معانا همت، مكعبات صغيرة، انا مش عايزاها مبشورة، انا عايزاها كده باينة. وحطينا برضو 3 4 قرون فلفل حامي على رومي. تمام. خلاص كده شوحناهم على بعض ورحنا حاطين التوابل بتاعتك، قلبتهم تقليبه خفيفه كده يعني. وحطي التوابل بقى، ملح فلفل اسمر بهارات، وطبعا بابريكا، لازم بابريكا في الوصفه دي، وكزبره ناشفه. قلبنا هو زي ما انتم شايفين كده اهوت. قلبناها تقلبتين خفاف كده. انا مش عايزه الطماطم يعني تتسبك معايا، انا عايزاها تقليبه خفيفه كده. ورحت حاطه عليها البطاطس ديت بطاطسايه كبيره. طبعا احنا عايزينها حاجه خفيفه كده على قد الغدا. خلاص كده اهو يا بنات، خدت السجق بتاعي وقطعته نصين اهوت عشان طبعا يعني اما نغرف شويه كده في الاخر كل واحد الطبق بتاعه ما يبقاش السجق مطول قوي. انا بحب اقسمه نصين كده زي ما انتم شايفين. هنزوده معلقتين صلصه ونحط عليه شويه ميه، يعني كوبايه ميه كده، ونسيبه براحته يستوي. هياخد بالظبط 10 دقايق، مش هياخد اكتر من كده لغايه ما البطاطس تستوي معاكي. ومعايا الرز برضو بدات اعمله اهوت زي ما انتم شايفين. شوحت شويه شعريه ورحت حاطه الرز، وحطيت مرقه الدجاج، وحطيت اظبطي الملح بتاعك طبعا، وحطيت مرقه او ميه، وحطي مكعب مرق لو في ميه. واول ما يغلي معاكي بتهدي النار وخلاص. على كده شايفين السجق بتاعي طالع زي الفل معايا. طبعا الاكل استوى من اقل من ربع ساعه. طبعا لو انت مستعجله وعايزه تعملي غدا سريع هتعملي الوجبه والوصفه الجميله دي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، وحفظ الرحمن. باي باي.